من الحاجات اللي ممكن تفرق جامد جدًا في الكارير بتاع الناس هو الشهادات المهنية. أنا على مدار 20 سنة أو أكتر في شُغلة الfinance شُفت ناس كتير جدًا بعد الشهادة المهنية يبقى واحد تاني خالص. الميزة فيها إنه بعد ما يكون الواحد already اشتغل وبدأ ياخد خبرة عملية، إنه بيثقل الخبرة العملية دي بشوية معلومات، والمعلومات دي بتكون دايمًا مستقاة من ناس already عندهم خبرات تانية. وأعتقد ده برضه أحد المزايا المهمة جدًا في CFO Factory بالذات مع مصطفى ومع حسام، لأن الاتنين عندهم خبرة عملية كبيرة جدًا، بالإضافة كمان لأن هم في مجال التدريب بالذات في الCMA بقى لهم حوالي أكتر من 10 سنين أو قرب ال10 سنين، وأعتقد إن أنا خدت feedback من ناس كتير جدًا اتعاملت معاهم واشتغلت معاهم، الناس فعلًا بتدّي معلومات كويسة جدًا وبتنقل خبرات مهمة جدًا من اللي شافوها في الحياة العملية اللي اشتغلوها، مش بس الكلمتين اللي قروهم جوه الكتب. الحاجة التانية أعتقد اللي ممكن بتميز حسام ومصطفى الاتنين بمعرفتي بيهم إن هم عندهم باشن كبير جدا لموضوع التدريب، لأنه أنا اشتغلت في قصة التدريب دي وعندي تشانل على اليوتيوب وعملت حاجات كتيرة قوي ليها علاقة بمحاولة إن احنا نحاول ندي معلومات للناس ونعلمهم. الحاجة اللي بتفرق فعلا في إن الناس تدي حاجة متميزة أو إن هي تتألق في المجال ده إن هو يكون عندهم الباشن، وبصراحة الموضوع ده أنا لمسته جامد جدا في الاتنين سواء كان حسام او مصطفى، عشان كده انا متاكد ان هما الاثنين هيديليفروا حاجه متميزه جدا. واعتقد البيربوز اللي هم بيتكلموا عنه ان هم يحاولوا يخلوا الكارير بتاع الناس افضل، يحاولوا ان هم يخلوا الشباب اللي لسه بتبدا الكارير بتاعها ان هي تحاول تتطور وتتقدم، وفي الاخر يبقى المجتمع المهني في مصر بصفه عامه يتقدم لقدام، وتبقى مهنه المحاسبه ومهنه التحليل المالي في مصر افضل من الاول. اعتقد ده في حد ذاته هو اللي مخليهم ياخدوا الخطوه دي ويحاولوا ان هم ينظموا شغلهم ويعملوا حاجه متميزه اكتر. عشان كده بجد انا جيت النهارده، وعشان كده انا واقف بسجل الكلمتين دول عشان اشكرهم، وفعلا بدعمهم جامد جدا وبقول لهم بالتوفيق، وانا متاكد ان هم هيكونوا متميزين جدا واحسن كتير قوي من ناس كتير الواحد شافهم في المجال ده. وشكرا جدا.